السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة باذن الله مع بعض يا سنة اولى هنحل امتحان متوقع في مادة العلوم، امتحان اخر العام 2024. تعالوا بينا يلا نبتدي الامتحان. طبعا الامتحان زي ما احنا متعودين بيكون عبارة عن 4 أسئلة. البداية مع السؤال الأول: ألف اكتب المصطلح العلمي. ورقم 1 معانا: نظام نجمي يتكون من آلاف الملايين من النجوم. طبعا إجابة بتكون إنه المجرة. أما بقى العبارة التانية فهي بتقول: عدد الإلكترونات اللي بتفقدها أو بتكتسبها أو تشارك بها الذرة أثناء التفاعل. ده طبعا بيكون التعريف الخاص بمصطلح التكافؤ. أما بقى رقم 3 معانا فهو مجموع كتل المواد الداخلة في التفاعل يساوي مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل. ده طبعا بيكون التعريف أو المصطلح الخاص به هو قانون بقاء المادة. فنكتب كده قانون بقاء المادة. هي دي إجابة العبارة رقم 3. أما بقى العبارة اللي بعدها العبارة رقم 4 فهي عبارة عن غازات مدارها الأخير مكتمل بالإلكترونات ولا تشترك في التفاعلات الكيميائية. طبعا دي بتكون الغازات الخاملة، هو ده المصطلح الخاص بيها. أما بقى العبارة اللي بعدها معانا رقم 5: قوة مقاومة ضد الحركة بتنشأ بين سطح الجسم المتحرك والوسط الملامس به. طبعا دي بتكون قوة الاحتكاك. أما بقى آخر عبارة معانا بتقول: قوة بتستخدم للحصول على العناصر المشعة والإشعاعات المستخدمة في الطب والبحث العلمي والصناعة. طبعا دي بتكون القوة النووية الضعيفة. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الأول. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل لب وب بعنوان: من خلال دراستك اذكر مثال واحد لكل من. ملح لا يذوب في الماء. طبعا ملح كلوريد الفضة. وطبعا الرمز الخاص ب AgCl. اما بقى رقم 2 فطالب مني لا فلز جيد التوصيل للكهرباء. فطبعا اللا فلز اللي بيوصل الكهرباء هو الكربون اللي هو الجرافيت. اما بقى رقم 3 جهاز بيستخدم لدراسة الاجرام السماوية. فطبعا ده بيكون التلسكوب. اما بقى رابع حاجة معانا موجة ميكانيكية. فمثال للموجة الميكانيكية موجات الصوت. دلوقتي بقى هننتقل لجيم في السؤال الأول، وجيم عبارة عن ادرس. طبعا عندنا أنبوب، والأنبوب ده فيه حمض الهيدروكلوريك المركز. وطبعا عندنا الصاج دي مبللة بمحلول النشا اللي هو الأمونيا. رقم 1 طالب ماء لون السحب الناتجة. طبعا لون السحب الناتجة بيكون هي بيضاء، يعني السحب بيضاء. أما بقى السؤال اللي بعده فهو طالب مني أو بيقول: اكتب الاسم الكيميائي للمركب المكون له. طبعا المركب هيكون اسمه كلوريد الأمونيا. أما بقى رقم 3 طالب مني أكتب التفاعل. طبعا التفاعل هيكون NH3 زائد حمض الهيدروكلوريك. طبعا الناتج هيكون هو NH4Cl. كده نكون انتهينا من كتابة المعادلة الخاصة بالسؤال. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل للسؤال التاني في الامتحان. والسؤال التاني ألف بعنوان أكمل العبارات. تعالوا بينا نشوف العبارة رقم 1: أقرب الكواكب للشمس هو كوكب نقط. طبعا الإجابة هتكون عطارد. أما بقى أبعد الكواكب طبعا فهو بيكون نبتون. أما بقى رقم 2 الرابطة في جزيء كلوريد الصوديوم نقط. طبعا الإجابة بتكون أيونية. أما بقى تكملة العبارة بينما في جزيء الأكسجين نقط. طبعا بتكون تساهمية ثنائية. نكتب مكان النقط كده تساهمية ثنائية. أما بقى رقم 3 بيحول الدينامو الطاقة نقط إلى طاقة نقط. طبعا الدينامو ده بيحول الطاقة حركية
دي طبعا طاقة كهربية. أما بقى العبارة رقم 4 والأخيرة معانا، بتشكل الصخور الرسوبية غطاء رقيق بيغلف حوالي نقط من سطح الأرض. طبعا الإجابة هتكون إن هي بتغلف حوالي 75% من سطح الأرض، مع إنها لا تمثل سوى نقط من الحجم الكلي لصخور القشرة الأرضية. طبعا الصخور الرسوبية دي لا تمثل سوى 5% بس من الحجم الكلي لصخور القشرة الأرضية. تعالوا بينا بقى ننتقل لب وب بعنوان ماذا يحدث عندما. رقم 1، ماذا يحدث عندما تدخل كتلة صخرية صغيرة الغلاف الجوي؟ طبعا الكتلة الصخرية الصغيرة دي اما بتخش الغلاف الجوي، اللي بيحصل ليها هي بتحترق تماما بفعل الحرارة الناتجة عن احتكاكها بجزيئات الهواء، وترى على هيئة سهم ضوئي. هي دي إجابة العبارة رقم 1. أما بقى العبارة رقم 2، ماذا يحدث عندما يتحد المغنيسيوم مع أكسجين الهواء ويكتفي بالمعادلة؟ يعني عايزني إني أكتب المعادلة الخاصة باتحاد المغنيسيوم مع أكسجين الهواء، اللي هي بتكون Mg زائد طبعا O2، وطبعا بيكون باستخدام الحرارة، وتبقى MgO. طبعا هنا بنحط 2 عشان نوزن المعادلة، وكمان هنا بيكون في 2. أما بقى رقم 3، ماذا يحدث عندما دفع كرة قدم ساكنة بالقدم برفق؟ لو أنا حركت أو دفعت كرة قدم ساكنة بالقدم برفق، طبعا اللي بيحدث هو إنه بتتحرك الكرة من موضعها إلى موضع آخر في نفس اتجاه القوة المؤثرة عليه. هو ده اللي هيحصل، وهو ده إجابة العبارة رقم 3. أما بقى جيم في سنة أولى بعنوان إذا قمت برحلة إلى الفضاء إلى كوكب المريخ مع زملائك ولعبت معهم كرة السلة، فهل من السهل لك القفز إلى السلة على سطح كوكب المريخ أم القفز إلى السلة على كوكب الأرض؟ وفسر إجابتك في ضوء الدراسة. تعالوا بينا كده نشوف يا سنة أولى إجابة السؤال ده هتكون عاملة إزاي. طبعا الإجابة هتكون إنه من الأسهل هو القفز إلى السلة على سطح كوكب المريخ. يبقى هنختار إنه الأسهل القفز إلى السلة على كوكب المريخ. الإجابة هتكون لأنه عجلة جاذبية كوكب المريخ بتساوي 3.72، يعني بتكون أصغر من عجلة الجاذبية الأرضية اللي بتساوي 9.78%، والتي تجذب الجسم إليها بقوة أكبر وبتجعل القفز الأعلى أصعب. عشان كده القفز إلى السلة على كوكب المريخ أسهل. كده نكون انتهينا من حل السؤال التاني. تعالوا بينا بقى دلوقتي ننتقل للسؤال التالت. وألف في السؤال التالت يا سنة أولى بعنوان اختر إجابة الصحيحة مما بين القوسين. تعالوا بينا يلا نشوف العبارات والاختيارات. ورقم 1، بتستخدم السنة الضوئية كوحدة لقياس نقط. طبعا الإجابة إن هي بتستخدم لقياس المسافة بين النجوم. أما رقم 2 بقى، عنصر الفوسفور بيعتبر نقط. طبعا إجابة إن الفوسفور ده لا فلزي ثلاثي. طبعا ده لأنه بعد القيام بالتوزيع الإلكتروني ليه هنلاحظ إن المستوى الأول بياخد 2، والمستوى التاني بياخد 8، والمستوى التالت هياخد 5. معنى كده إنه في أكتر من 4 إلكترونات في المستوى الأخير، إنه لا فلز. وكمان إنه بيحتاج ل3 إلكترونات عشان يكتمل المستوى الطاقة الخارجي أو الأخير ليه، فمعنى كده إنه لا فلز ثلاثي. أما بقى العبارة اللي بعدها، بتدور الكواكب حول الشمس في مدارات نقط. طبعا إجابة بتكون بيضاوية. أما العبارة رقم 4 والأخيرة، بتشكل المسطحات المائية على سطح الأرض حوالي نقط. طبعا الإجابة هتكون إن هي 71%. كده نكون انتهينا من حل ألف. دلوقتي بقى هننتقل لب وب بعنوان علل لما يأتي. خطورة أكاسيد الكبريت. طبعا أكاسيد الكبريت بتكون خطيرة لأنها غازات حامضية، وطبعا بتسبب تهيج الجهاز التنفسي وكمان تآكل المنشآت. أما بقى رقم 2، علل بتتغير عجلة الجاذبية الأرضية على سطح الأرض من مكان إلى آخر. طبعا الإجابة هتكون
فطبعا لاختلاف البعد بين سطح الأرض ومركزها من مكان لآخر، حيث أن الكرة الأرضية غير كاملة الاستدارة، هو ده اللي بيؤدي طبعا لاختلاف وزن الجسم أو تغير عجلة الجاذبية الأرضية. أما بقى رقم 3، علل لما يأتي. ترى البرق قبل سماع الرعد. ليه بنشوف البرق قبل ما بنسمع الرعد؟ طبعا الإجابة هتكون ده طبعا لأنه بيكون البرق عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، بينما صوت الرعد بيكون عبارة عن موجات ميكانيكية. وطبعا سرعة الموجات الكهرومغناطيسية أكبر بكتير من سرعة الموجات الميكانيكية في الهواء. هي دي إجابة العبارة وتفسير ليه إننا بنسمع أو بنرى البرق قبل سماع الرعد. أما بقى العبارة رقم 4 والأخيرة، علل الكواكب الخارجية كثافتها منخفضة. طبعا التفسير ده لأنها أو لكونها أجسام غازية. طبعا إجابة تكون لكونها أجسام غازية، يعني بتتكون من غازات. هو ده التفسير ان ليه كثافتها بتكون منخفضة، كثافة الكواكب الخارجية منخفضة. كده نكون انتهينا من حل ب في السؤال الثالث. تعالوا بينا بقى ننتقل لجيم، وجيم بعنوان اكتب الصيغة الكيميائية لكل من. رقم 1 كربونات الألمنيوم. طبعا الصيغة الخاصة بيها طبعا الأخير هو اللي بنكتبه الأول، يعني الألمنيوم هتتكتب الأول. وطبعا الكربونات دي بتكون مجموعة ذرية، فكده هنكتبها CO3. وطبعا هنا هنحط 3 وهنا كمان 2. اما بقى ماء الجير فطبعا الصيغة الكيميائية الخاصة بيها هي CaOH2. كده نكون انتهينا من حل السؤال الثالث. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال الرابع والأخير معانا في الامتحان. العبارة الأولى معانا رقم 1، جميع العناصر اللافلزية صلبة عدا الزئبق. طبعا العبارة دي يا سنة أولى بتكون عبارة خطأ. أما بقى العبارة التانية، الرابطة الأيونية بينشأ عنها جزيئات عناصر فقط. طبعا العبارة دي بتكون برضو عبارة خطأ. أما بقى العبارة اللي بعدها، بيندفع الراكب للخلف إذا تحركت الحافلة بشكل مفاجئ للأمام. طبعا دي بتكون عبارة صح. أما بقى العبارة رقم 4، بتنتقل السوائل عبر المسام من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل. طبعا دي بتكون عبارة خطأ. أما العبارة 5، بيوجد حزام كويكبات بين الأرض والمشتري. طبعا عبارة خطأ. أما بقى العبارة 6 والأخيرة معانا، سمك اللب الداخلي للأرض حوالي 1350 كيلو متر. طبعا دي بتكون عبارة صح. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الرابع. دلوقتي بقى ننتقل لب، وب بعنوان اذكر أهمية كل من. رقم 1 المغناطيس الكهربي. طبعا بيدخل في تركيب الجرس الكهربي. اما بقى رقم 2 معانا الاشعة السينية. فطبعا الاهمية الخاصة بيها هي طبعا الاشعة السينية طبعا اهميتها تصوير العظام وبيان اماكن الشروخ والكسور. ده الاشعة السينية واهميتها او استخدامها. اما بقى غاز النيتروجين فطبعا اهميته واستخدامه انه بيستخدمه النبات في تكوين المواد البروتينية. اما بقى رقم 4 معانا طبقة الاوزون. طبقة الاوزون ايه اهميتها؟ طبعا بترجع اهمية طبقة الاوزون في انها بتقوم بحماية الكائنات الحية من اخطار الاشعة فوق البنفسجية المصاحبة للاشعة الشمسية. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ب. اما بقى دلوقتي هننتقل لجيم، وجيم بعنوان قارن بين. عايزني أقارن ما بين الأحماض والقلويات من حيث التأثير على صبغة عباد الشمس. طبعا الإجابة هتكون الأحماض بتحول لون صبغة عباد الشمس إلى اللون الأحمر. أما بقى القلويات فطبعا بتحول لون صبغة عباد الشمس إلى اللون الأزرق. هي دي مقارنة ما بين الأحماض والقلويات من حيث التأثير على صبغة عباد الشمس. أما بقى رقم 2، عايزني أقارن ما بين الحركة الانتقالية والحركة الدورية من حيث مثال لكل منهما. طبعا مثال على الحركة الانتقالية بتكون هي حركة القطار. حركة القطار دي حركة انتقالية. أما بقى الحركة الدورية فمثال عليها طبعا حركة بندول الساعة.
أما بقى رقم 3 عايزني أقارن ما بين التربة والأساس الصخري. طبعا المقارنة ما بين التربة والأساس الصخري هتكون من حيث الوصف والتكوين، ويلا بينا نسطر ليه الجدول عشان نعمل المقارنة. المقارنة هتكون إن التربة الوصف الخاص بها هي الجزء العلوي من القشرة الأرضية، وبتتميز بإنها مفتتة مفككة قليلة السمك. أما بقى الأساس الصخري فهو الجزء السفلي من القشرة الأرضية وبيتميز بالصلابة. أما بقى من حيث التكوين فالتربة تكوينها إنها عبارة عن خليط من مواد معدنية، ماء، هواء، مواد عضوية متحللة، وجذور النباتات. أما بقى الصخور فالتكوين أو الأساس الصخري للتربة فهو عبارة عن الصخور بأنواعها المختلفة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من المقارنة، وكمان انتهينا من حل السؤال الرابع والأخير معانا في الامتحان، امتحان متوقع في مادة العلوم للصف الأول الإعدادي الترم التاني.